ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من محمد. اضافه بسيطه على البشاميل بيودي البشاميل في حته تانية خالص. ايه الاضافه دي يا جماعه؟ البطاطس المهروسه. ايوه، البطاطس المهروسه. هجيب ربع كيلو من البطاطس، هقطعه مكعبات، واحط عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من الخل، واحط عليهم ميه سخنه بتغلي تغطي كل كميه البطاطس اللي عندي. وبعد كده هقفل عليها واسيب البطاطس تسلق سلقه كامله لحد لما تشرب كل كميه الميه دي. بصوا، البطاطس كده ايه، اتسلقت سلقه كامله وشربت كل كميه الايه الميه وبقت دايبه خالص. هجيب الكبه واحط فيها البطاطس، واحط عليهم 2 مكعب جبنه نستو، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ربع معلقه صغيره حبان مطحون، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات دجاج، مرقه الدجاج الفوريه من كنور، ومعلقه صغيره من الملح، وحبه لبن. هقول تاني، هحط البطاطس واحط عليهم 2 مكعب جبنه نستو، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ربع معلقه صغيره حبان مطحون، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات دجاج، مرقه دجاج فرن من الكنور، معلقه ممسوحه من الملح. تمام. وهحط عليهم حبه لبن، وهضرب كل المكونات مع بعض كده لحد لما القوام بتاعي كده يبقى كريمي. وبعد كده هجيب حله كبيره هحط فيها لتر من اللبن، عليهم 5 معالق كبار من الدقيق، واحط معجون البطاطس المهروسه. تمام. وهجيب المضرب وهقلب كل المكونات مع بعض كده لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض. وبعد كده هرفع الخليط على النار. اول لما الخليط يتقل معايا هحط عليه كوبايتين كبار من ميه سلق المكرونه بتدوب فيهم معلقتين كبار من النشا. طبعا يا جماعه ميه سلق المكرونه لازم تكون بارده، ما تكونش سخنه. البشاميل ده يا جماعه، المقدار البشاميل ده يكفي بالظبط صينيه متوسطه، كيس مكرونه فرن. انا بحب البشاميل يا جماعه يكون تقيل. يبقى لتر اللبن عليه 5 معالق كبار من الدقيق، هحط عليه معجون بطاطس مهروسه، وهقلب كل المكونات على البارد. وبعد كده هرفع خليط على النار. اول لما يتقل معايا هزوده بكوبايتين كبار من ميه سلق المكرونه متدوب فيهم معلقتين كبار من النشا. وميه سلق المكرونه يا جماعه بتبقى بارده، ما تبقاش سخنه. خلاص. وبعد كده هبتدي بقى اقلب كده بالمضرب لحد لما الخليط يتقل معايا. انا قلت يا جماعه البشاميل ده بالظبط يكفي صينيه متوسطه، كيس مكرونه فرن. كيس مكرونه فرن، انا بحب البشاميل يكون تقيل شويه. كده رصيت كل مكونات المكرونه، ورصيت البشاميل، وهحط عليه ميكس الجبن، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، وجبنه رومي، وهدخله الفرن درجه حراره 180. اول لما البشاميل يغلي هروح طافيه من تحت ومولعه الشوايه من فوق تاخد لون. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، حاجه كده اللهم بارك. ان شاء الله تجربوا تعملوا البشاميل بالطريقه دي ويعجبكم. عايزه اقول لكم بيفرق جدا 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 في طعم البشاميل، بيدي طعم حلو جدا جدا جدا. فعلا 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 هتجربوه ويعجبكم، ومش هيبان خالص ان هو بطاطس خالص. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وكفايه ان البشاميل معمول من غير ولا ماده دهنيه، وده اجمل حاجه. احنا هدفنا يا جماعه في القناه ان احنا نعمل الاكلات المصريه من غير دهون ونستمتع بيها. ان شاء الله تجربوا تعملوا البشاميل بالطريقه دي ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفه لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.